أنا أنصح كل أهل القرآن والمهتمين به، وكل المسلمين ينبغي أن يكونوا كذلك، أن يخصصوا لأنفسهم وردا من التفسير كما أنهم يخصصون لأنفسهم وردا من التلاوة. هناك بعض التفاسير نافعة علميا وروحيا، يعني إذا قرأتها أنا أتأثر. يعني مثلا تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي أنا أنصح به. الكتاب فيه روح، يعني أنت لا تقرأ معلومات مجردة، وإنما تقرأ معلومات مصحوبة بتربية وهدايات. ومن شأن هذا اللون من الكتابة أن يحببك بالقرآن وأن تشتاق إلى القراءة فيه. هذه عملية تفسير وفهم المعلومات عن القرآن، نعم يردم الفجوة المعرفية بيننا وبين جيل أصحاب رسول الله، لكن بضل هناك منطق التعامل مع القرآن اللي أنت سميته جزاك الله خيرا الحالة الروحية. أنا أقرأ متعبدا فقط لأكسب الحسنات بترداد الحروف، ألف لام ميم حرف، لا، ألف حرف لام حرف ميم حرف. هذه نفسية وعقلية، وهي مطلوبة كذلك، لأن الإنسان الحريص يعمل على تنمية حسناته حتى يدخل الجنة وحتى تكفر بهذه الحسنات سيئاته. لكن هناك بعد آخر. الفضيل ابن عياض رضي الله تعالى عنه كان يقول: من قبلكم كانوا يرون القرآن رسائل ربهم يتفقدونها في النهار ويتدارسونها في الليل. فهي النفسية التي يتعامل فيها مع القرآن. عثمان بن عفان يقول: والله لو صحت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. عثمان رضي الله تعالى عنه الذي صح عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة. طبعا المسنون للناس العاديين أن يختموا ب3 أيام حتى لا يؤثر الختم على الفهم، لكن في بعض الأحيان قد يختم بعضنا في شهر، ولا لأنه قصة الفهم عنده ليست واردة. إحنا عندنا إشكالية. أنا لو رجعنا الآن إلى أذهاننا الآن، والإخوة والأخوات المستمعين، لو قلنا هناك بعض الآيات القرآنية التي نرددها في الصباح وفي المساء لكن قلة من يعرف معناها، سورة الفلق والناس، سورة الفلق مثلا، هناك بعض الكلمات التي نعتبرها مما يسمى بغريب القرآن، شر غاسق إذا وقب. لو سألت هذا السؤال ستجد أن كثيرا من الناس لا يعرف الجواب عليه، على أنه يقرأ المعوذات في الصباح ويقرأها في المساء، ولعله يرددها أثناء صلواته أكثر من مرة. لماذا لا يخطر على بالك أن تذهب لتستفهم عن هذا المعنى؟ لأنه لم يجد القرآن رسالة ربه. لو وجد القرآن رسالة ربه إليه لبادر إلى تفهم معنى كل آية من الآيات، لأنه مأمور بها، منهي بها، متعبد بها. فقصة يستمعون به، منهجية التعامل مع القرآن، هي أول مفتاح ينبغي أن يتقرر عند أهل القرآن.